متعلق بحاله التصيد، يعني في تصيد للاخطاء باي شكل من الاشكال. يعني بعد مباراه بيراميدز البعض كده افتكس وحب يتكلم في نقاط اصل مشاركه نايتس جراديشار غير قانونيه، الى ان حسم الاتحاد الدولي موقفه وقال لاتحاد الكوره ده شان داخلي، احسم انت الجزئيه دي. واتحاد الكوره كلنا عارفين اجراءاته في التسجيل تمت ازاي، وده بيتم مع كل اللعيبه منذ سنوات طويله جدا، فالموضوع محسوم واتقفل. امبارح ناس تانية بتحاول تتصيد اخطاء وتطلع فكره السكور شيت. هو اي حد بيشتغل في المجال ده عشان يبني معلومه رسميه عشان تبقى قانونيه مباراه او عدم قانونيه مباراه، بتبنيها على سكور شيت بيتوزع الاعلام ولا السكور شيت اللي مع الحكم والمراقب؟ الف ب الكرنيهات والسكور والليسته اللي مع الحكم والمراقب. اللي بيتوزع للاعلام ده ممكن يكون مسؤول اعلامي علم غلط، اداري علم غلط، لكن الاساس ايه؟ الكارنيه اللي مع الحكم والمراقب والسكور الليسته. انا بشوف في الفتره الاخيره الناس بتحاول تتصيد اخطاء للاهلي باي شكل من الاشكال، وفي عناصر محدده على السوشيال ميديا للاسف. يعني انا ما اعرفش هم اعضاء نقابه صحفيين ولا لا، ولكن الفتره الاخيره السوشيال ميديا بقت اصبحت لكل من هب ودب بيكتب اي حاجه، وفي البعض بينساق ورا الكلام ده وممكن يعمل ردود او يكتب تعليقات على الكلام اللي بيتكتب. وانا بقول للناس اللي بتكتب الكلام ده وبتطلع حتى في برامج في قنوات تانية، لا هم صحفيين ولا هم نقاد رياضيين، ولكن دايما بيثيروا البلبله على السوشيال ميديا. مش بتكلم على انتماءات، انا بتكلم على المعلومه، دقه المعلومه. لما يتقال نايتس جراتيشار غلط، قيده غلط، وطلعت القصه ما كانتش كده خالص، ويبدو ان كان القصه كده فيها ايه؟ كراهيه ضد الاهلي. ده واحد. اتنين، السكور شيت صح ولا غلط؟ وبيعتمدوا على فكره سكور شيت متوزع على مجموعه من الزملاء الصحفيين او الاعلاميين، وبتحصل في اي مكان في الدنيا. لكن في النهايه ارجع للمراقب، ارجع لحكم المباراه، قبل ما تكتب كلمه اسال. لكن تطلع امبارح الرابطه تقول للناس يا جماعه لا، السكور والامور اللي كانت مع المراقب وحكم المباراه مختلفه تماما عن انتوا توزع لكم في الميديا او في السوشيال ميديا. لكن التصيد والخطا، حتى لو انا جايه من الميديا حاجه انا شايفها ممكن تكون غلط، ارجع للمراقب، ارجع للحكم، لكن على طول اسبق واكتب. ده فكره تصيد الخطا اللي البعض بيحاول الفتره الحاليه يركز قوي مع الاهلي، نتيجه انه مش قادر ينافس الاهلي داخل الملعب، مش قادر ينافس الاهلي بشكل عام في المنافسه، فابدا بقى اشتغل له من بره الملعب، مداخلات تليفونيه باي كلام فاضي بيتقال، سكور شيت مش عارف فيه غلطه ايه، قيد لاعب مش عارف صح ولا غلط. يعني حتى مساله مد القيد الافريقي اللي البعض اتكلم عليه وقال لك ده الهدف منه الاهلي، الحمد لله الاهلي كان اتم كل تعاقداته بنسبه 90% قبل قرار الاتحاد الافريقي، وده جانب النهارده هتكلم فيه وهتسمعوا فيه كلام جديد لاول مره من خلال برنامج الترند على شاشه قناه الاهلي. فالفتره الاخيره التصيد الاخطاء كتير قوي، وهتبقى اكتر الفتره اللي جايه، وهتبقى اكتر وهنتعود على ده، ولكن في نفس الوقت هنكون حائط صد لاي حد بيحاول قدر الامكان يصدر معلومات غلط سواء في الميديا او حتى عبر السوشيال ميديا.